عايز تجمع مليار كوين بسهوله جدا من غير ما تدفع ولا جنيه ولا تدفع اف سي بوينت ولا تدفع جواهر. تقدر تجمع مليار كوين من غير ما تعمل اي حاجه. لو كملت معايا الفيديو ده ان شاء الله تقدر تجمع المليار كوين ان شاء الله. اهم حاجه قبل ما نبدا الفيديو متنساش تعمل لايك، اشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات، واهم حاجه توحد الله. وبسم الله نخش على اللعبه. اول حاجه عايزك تخش على الماركت، تخش على الماركت عادي جدا. فبدل بقى ما تفتح الباكجات دي اللي هي ب7500 تفتح معرفش ايه الباكجات دي، ممكن تفتح ممكن مثلا بتكون تروح تفتح ايه، تفتح مثلا باكج ب30000. ما تعملش كده، هتقوم داخل على ايه التوب ايفنت. التوب ايفنت، تخش على التوب ايفنت هتلاقي باكج هنا بايه اهي. باكج ايه ب1000.5 جوهره. هتقول لي ده من 97 ل 113، ايه الباكج دي؟ اكيد مش هتطلع على حاجه. هتقوم انت عامل ايه؟ لا هتقوم كاتب 10 تفتح. لو لازم 15000 جوهره، ما الاحسن لك ما تفتحش ولا 9 ولا 8، عايزك تفتح ال10 باكجات. فاول حاجه تخش بسم الله، تقول بسم الله اهو تفتح 15000 جوهره. هتقول لي انت ممكن تفتح باكجات احسن بكتير، اقوى بكتير، تفتح باكجات من 110 دلوقتي ب 15000 دول. اقول لك لا، اسمع بس كده بسم الله. تقوم فاتح عادي اهو، ما طلعلكش ووك اوت. هو انا ما طلعليش ووك اوت، ممكن يطلع لك ووك اوت، بس بص معايا كده، عد بقى معايا، عد ادي 15 مليون 15 مليون 15 مليون 15 مليون 15. يعني شوف كده اهو، ادي 3 كوينات كتير قوي. يعني دول كده طالعين لي ب 150 مليون. 150 مليون من كام لاعب؟ من 10 لعيبه 150 مليون. انت ممكن يطلع لك احسن من 150 مليون، ممكن يطلع لك احسن بكتير. يعني انا كده حظي وحش. تاني حاجه ودي سر تقريبا مش يعني معظم الناس عارفاه، ده لو انت مشيت بجد بالحاجه دي انت يعني بص هتجيب مليارات الكوينات. تخش على اللعيبه بتاعتك، تخش على الماركت عادي، تخش على الماي بلايرز، تلاقي مثلا معاك لاعب. انا مثلا زمبروتو مثلا اهو بيتباع. مثلا نجيب لك لاعب ما بيتباعش مثلا ايه اسمه ايه، جواو كانسيلو بلس 999 وانت عايز تبيعه. وبقى في لعيبه كتير كده. بص اللعيبه دي كلها انت عايز تبيعها، انت عايز تبيع كل اللعيبه دي وبتلاقي بلس 99. فهي جواو كانسيلو مثلا. هتقوم انت عامل ايه؟ تخش على تطبيق اسمه راندر زد. ايه راندر زد ده بيعمل ايه؟ راندر زد ده بيقول لك، هتشوف معايا دلوقتي، هتيجي على سيرش بلايرز، تخش على سيرش بلايرز. مثلا انا كنت عايز ابيع جواو كانسيلو اهو. جواو كانسيلو عامل كام؟ 60 مليون. دلوقتي بقى انت هتقول لي ما انت استفدت ايه؟ هتخش تفضل تنزل تحت اهو، تنزل تحت. مثلا انت شاري اللاعب مطوره جولد، تقوم حاطط الجولد، يبقى هو ايه قايل لك هنا خش على الجولد تلاقيه ب 400 مليون بيتباع هو عادي. احنا عايزين اللي بتاعنا العادي اللي هو ايه مش محطوط عليه اي حاجه. تنزل تحت هتلاقيه بيقول لك ماركت ريفريش الساعه كام؟ 11:48 دقيقه، اللي هو كمان قد ايه؟ ساعه 45 دقيقه. يعني انت كمان ساعه 45 دقيقه هتلاقي اللاعب ده الماركت اتعمل له ريفريش. فانت الريفريش بتاع يعني اللاعب ده هيتعمل له ريفريش، فانت تقدر تبيعه وتبقى انت اول واحد تبيعه. لما حد يشتريه هيشتريه منك انت الاول. فانت لازم دايما تتابع دي، تخش تحمل راندر زد، تتابع راندر زد دايما. اي لاعب انت عايزه تخش تشوف ماركت ريفريش اهي، ماركت ريفريش اللي في النص. تدخل تشوف ماركت ريفريش وان شاء الله اي لاعب تقدر تبيعه. ثالث حاجه واخر حاجه معانا هي الاكستشينج اللي هي المقايضه. هتخش تعمل كده، تخش يمين شويه هتلاقي كلمه كوين دي ايه بقى؟ دي لو انت مثلا اللاعب ما بيتباعش تقدر تعمل للاعب ده كويك سيل بسعر معين. مش بقى انت مثلا لو انت عايز تبيع لاعب ممكن يقعد شويه حد يشتريه معرفش، دي بيعمل لك كويك سيل للاعب. بص اهو عايزك ما تسالش بدي، هتلاقي لعيبه هتقول لي لعيبه ب 100000 ومعرفش، تحط بقى كل اللعيبه. بص اللعيبه يعني مثلا اللعيبه الجولد اهو اللعيبه كام لاعب جولد؟ شويه لعيبه جولد، حط كل اللعيبه الجولد اهو. تقول لي دول مش هيعملوا حاجه يعني. بص خليك معايا اهو شويه لعيبه ما عدوش ال100، حتى اللعيبه اللي لسه مطلعينهم اهو بص اهو كام لاعب. بص 185 مليون من كام لاعب. وبص انا معايا كام، بص معايا لعيبه قد ايه، معايا لعيبه بتتباع عادي.
انت هتحط الكام لاعب دول، انا معايا لعيبه قليله، انت هتحط الكام لاعب دول، فهتحط الكام لاعب دول هيجيبوا لك بال 200 مليون. دي بقى هتقول لي تحدث كام كل قد ايه؟ كل اسبوع بيبقى معاك ليميت لحد 200 مليون انك تعمل بيكسل للعيبه. يعني انت كل اسبوع هتخش هنا تحط بقى كل اللعيبه الجولد، كل اللعيبه اللي انت مش عايزها اللي مش عارف تبيعهم او بلس 999 هيحط لك سعر كويكسل وانت تبيعهم فيه. بس كده هو ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك. الفيديو كان يعني قصير كده خفيف عشان برضو ما تملوش من الفيديو ان شاء الله، والفيديو ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم يعني. لو عايزين افكار اكتر من كده اكتبوا لي في الكومنتات وانا برد على كل الكومنتات ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد ان شاء الله. اهم حاجه توحد الله وتصلي على النبي، اهم من الفيديو كله توحد الله وتصلي على النبي كل مره.